ضيع فرص كتير جدا، كان افضل وصل لمرمى النادي المصري جدا، لكن اتعاقب بهدف فخر الدين بن يوسف، هدف التعادل. يعني طبعا ديربي قوي جدا متعودين عليه دايما في الدوري المصري. انديه بحجم المصري وبحجم الاسماعيلي، انديه كبيره. ديربي القناه، ويعني يمكن قبل المباراه كنت بتمنى اقول يا رب نشوف كوره تليق باسم الفرقتين. لكن بصراحه يعني المصري زي ما حضرتك قلت ما قدمش مباراه كويسه، كان خارج نطاق الخدمه تماما. كابتن علي ماهر كان عنده بعض المشاكل في المباراه، التحضير واضح ان هو ما كانش محضر بشكل يعني ملم قوي في المباراه، والكلام ده بان من خلال ادارته للجيم بعد ما دخل فيه هدف. بدات الامور بس علي ماهر مدرب كبير، ويعني ماشي يا كابتن، لازم هيكون محضر كويس. بص يا كابتن كريم اقول لحضرتك على حاجه، ان انا بطلع دايما اتكلم على المصري وبعلق على القصه دي بس عشان الامور تبقى واضحه. انا ما عنديش مشكله خالص، بالعكس انا من الناس اللي دايما بشيد وبتكلم على كابتن علي ماهر بشكل كبير، وده حقه. راجل مسيره قويه ومدرب كبير جدا طبعا. لكن انت بتتكلم على حاله، وبتتكلم حاله ماتش وتوقيت. لما المصري لعب حلو قدام الزمالك طلعنا قلنا ماتش، ورغم ان الكابتن ما كانش موجود كابتن علي، لكن اكيد الفرقه تعليماته وشغله على مدار الاسبوع. الماتش اللي قبله انبي طلعنا اتكلمنا كويس. فاذا لما انت بتعمل ماتشات كويسه وبتقدم اداره فنيه جيده، ناس بتطلع تتكلم سواء احنا او غيرنا. لكن انا بتكلم على الحاله بتاعه المباراه. انت النهارده كسبان انبي تمام، وصلت للنقطه رقم 12، وبعد كده كسبت الزمالك، فرقتين كبار، وصلت للنقطه رقم 15 وفي منافسه، وبتقول عايز العب مربع ذهبي في ظل ان انت عندك زد متفوقه الفتره الاخيره، وطلائع الجيش بدات تتسحب وبتمشي بشكل كويس. فالنهارده انت بتستغل حاله الفرق. الاسماعيلي لا عنده سكواد ولا عنده لعيبه، وعنده مشاكل كتيره جدا بسبب موضوع وقف القيد، وبالتالي كابتن ايهاب جلال الراجل برضه الله يكون في عونه بيحاول على قدر الامكان ان هو يظبط الفرقه ووضع الفرقه بالنسبه للماتشات عشان يعرف يجاري الفرقه الاخرى اللي هو بيلعبها. فكانت فرصه بالنسبه لك النهارده ان انت تحقق النقطه رقم 18، تفرق معاك كتير قوي قبل فتره التوقف، خصوصا ان انت داخل على فتره انتقالات اللعيبه ما بتبقاش مركزه ومشتته فيها نوعا ما، وعندك متطلبات. يعني انت هتطلب من الاداره تدعيمات، خط الظهر عايز مدافع، عايز في نص الملعب لعيب رقم 6، عايز مهاجم مكان مروان حمدي. فدي هتعمل لك مشكله شويه او ربكه شويه. فانا شايف ان المباراه كانت في المتناول لو انت اشتغلت صح، او على الاقل اشتغلت بنفس اللي انت فنشت بيه في مباراه الزمالك. لان هو عمل تغييره غريبه جدا في التشكيل، ان هو خرج الياس الجلاصي من التشكيله بتاعته في بدايه الجيم، واعتقد ان ده اللي بنى عليه اللعب بالنسبه للنادي الاسماعيلي. كابتن ايهاب جلال الفترات اللي فاتت عنده مشكله كبيره في نص الملعب، وبالتالي عشان يجاري المنظومه القويه بتاعت نص الملعب اللي موجوده في النادي المصري والمجموعه اللي قدام اللي هي بقى غلاس قناوي وميدو جابر ومن تحتهم الياس الجلاصي، لازم يلعب بشكل فيه تناغم شويه. قام عامل ايه؟ قام مدخل محمد حسن عشان يعتمد على القوه، والراجل يبدا يدبدب في نص الملعب ويشتغل مع الياس الجلاصي لو كان موجود، ويلعب جنبه صالح جمعه عنده الكوره وعنده الفيجن والرؤيه اللي يقدر يحط لك الكوره في ظهر الناس ويبدا يضغطك، وخلى عمر الساعي يبقى في ظهر الناس سواء بقى يو انور او عبد الرحمن مجدي او شبراوي. وانا كنت اتوقع قبل المباراه ان هو كان ممكن يغير التوظيف بتاع يو انور بدل ما بيلعب مهاجم، لان انا بشوف ان لما بيلعب مهاجم بيفقد جزء كبير جدا من القوه الهجوميه بتاعته. قلت هيلعب جناح ويلعب باسم مرسي من الاول. هو عمل كده بس بشكل مختلف شويه، ان هو لاعب جناحين عندهم سرعات وعندهم مهاره سواء شبراوي او عبد الرحمن مجدي، ولاعب ياو انور السرعه والقوه في ظهر او ما بين الاثنين سنتر باكين بتوع النادي المصري. فبالتالي هو قدر ينجح ياخد اللي هو عايزه من المباراه، وكابتن علي ماهر ساعده على الكلام ده. يمكن النادي المصري بدا ان هو يرجع للجيم اخر 10 دقائق لما الاسماعيلي بدا يعمل تغييرات عشان يحافظ على النتيجه، طلع بقى ياو انور وطلع صالح جمعه وطلع عبد الرحمن مجدي. الناس اللي كانت عامله الفرق الهجومي للاسماعيلي خرجوا من الملعب، فبدا الاسماعيلي يبقى بالظبط. في المقابل كابتن علي ماهر بدا يقرا بقى الموقف كويس، نزل بقى الياس الجلاصي، نزل محمد الشامي، نزل سمير فكري. الناس دي اللي جابت لك البونت النهارده. هي الكره الوحيده اللي اتعملت صح في الجيم من المصري قدرت ان انت تحرزها، والتغييرات برضو اللي اتعملت صح هي اللي قدرت ان هي تجيب لك النقطه. لكن مفيش شك كابتن علي ماهر مدرب كبير، ومباراه كانت قويه يعني ما بين الفرقتين.